السلام عليكم متابعين مصر زمان. النهاردة معانا حكاية صورة. دول أفراد ضباط كتيبة مخابرات حربية واستطلاع خلف خطوط العدو، ووسطهم قائد المجموعة اللواء أسامة المندوه. استمروا 9 شهور كاملة قبل وأثناء حرب أكتوبر. تم إسقاطهم خلف خطوط العدو لرصد تحركات ومخازن الذخيرة ومستودعات المدرعات والأغذية وتحركات القوات وقواعد الصواريخ وطلعات الطائرات في المطارات الخلفية في سيناء. أرسلوا تقارير غاية في الأهمية والخطورة. ساعدهم أبطال شرفاء من بدو سيناء. أيام طويلة مرت عليهم، أكلوا ما لا يمكن تخيله من حشرات وزواحف، وأحيانا بدون شربة ماء. لكن تقاريرهم لم تنقطع يوم واحد عن القيادة العسكرية في القاهرة. ساعدوا في تغيير قرارات مهمة أثناء المعارك وتوجيه القوات على مسار قوات دعم الإسرائيليين القادمة من الخلف لنجدة خط بارليف وتم تدميرها. عادوا بمساعدة بدو سيناء الشرفاء قبل أسرهم فور انتهاء مهمتهم ووقف القتال. لم يمهلهم المشير أحمد إسماعيل وقتا لتهذيب شكلهم وحلق ذقونهم، وطلب لقائهم فور الشكر، وتم تكريمهم يوم 25 أكتوبر 1973. أبطال مجهولين عظماء في عطائهم.